السلام عليكم جماعة. معكم نبيل ألجيريا. إن شاء الله tout le monde va bien. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الزول tout le monde. بون اليوم طحت في واحد لا فيديو تاع هاد السيد هذا اللي هو أسعد الشرعي. هذا يمني، اللي ما يعرفوش يعني يمني كان عايش في انجلترا، من بعد جابوه المخازنية باش يخدموا به ويتهجم على الجزائر. طحت يعني كومبارازار في هاد لا فيديو هادي، كنت نتصفح في الفيسبوك، والاخ الجزائري كان يتكلم معاه بكل احترام، وجا عطالو بعض الاسئله وجاوبوا هاد الاسعد الشرعي، جاوبوا باجوبه يعني تشمئز لها القلوب، ما عندها حتى مصداقيه ولا حقيقه يعني كان يجاوب برك فقط، يعني يجاوب بتهجم. المهم نعطيو له بعض الأجوبة بعد ما نسمعوا الأجوبة تاعو، نعطيو له أجوبة بالأدلة باش نبينوا للعام والخاص أن هاد السيد هذا ما إلا مرتزقة، وراه يكذب على الغاشي. هذا ما كان يستعمل الكذب والنفاق للتهجم على الجزائريين باش يتلقى الراتب تاعو من المخزن. هذا ما كان، وحتى الإخوة المغاربة فقولوا على كل حال. ومن بعد في الفيديو القادم نطرحوا هاد الموضوع هذايا. بون نسمعوا الفيديو ونعطيو لهم بعض الاجوبه خفيف ضريب، باسكو هدايا ما يستاهلش نطولوا معاه بزاف على كل حال. بسم الله. اللهم لا شماتة. اللهم لا شماتة ان شاء الله ربي يفك الاحوال اللي راهي على خاوتنا اليمنيين. حنا اليمنيين خاوتنا، بصح راني نهضر معك بمنطلق سياسي. اذا كنت تعتبر الجزائر دولة بريطانية، فماذا تعتبر دولتك انت التي لم طيب تتخلص من الصراع الحوثي، التي لم تتخلص من الشقاق الداخلي؟ طيب خليني ابدا لك بما صنعاء انتهيت انت. دمرت. طيب تعال، هي دمرت، انا بلدي مدمره، ما عندي بلد المغرب انا. شاركت في تدمير اليمن. لحظه، طيب لحظه، هدا قفلت يعني هذا انت. انا يا خويا، انت ما تتعصبش برك لا وخليني معك في نقاش. انا مو معصب خالص. انا سابدا لك من حيث انتهيت انت. احنا ربما ناكل الحشيش، ونعم، لاننا في حرب. المشكله انك في دوله مستقره وتاكل لحم الحمير، وهنا المشكله. لحم بون هنا الجزائر عطالو يعني مثال، قال لهم الاخوه في اليمن وربي يفرج عليهم. وصح من كثرة المجاعة، يعني من كثرة المجاعة الآن يعني الأكل غير متوفر عند اليمنيين. ربي يفرج عليهم إن شاء الله ويفك عليهم هاد الفتنة هادية. مساكن يعني تشوف كاين بعض الفيديوهات، تشوف أطفال صغار يقطفون أوراق تاع الأشجار ويغليوهم في الماء ويقوموا بالأكل تاعهم. يعني تشوف الفيديو هذاك دمعة عينك تدمع. بصح هدايا يماني وما على بالوش بهذا الواقع، يعني ماشي انسان ماشي سامع ببلاده اصلا، بلاده اللي زاد فيها، واللي راهو يقول هو انه يماني ما على بالوش وش صاري فيها، ما على بالوش وش صاري في ولاد بلاده، لكن يتهجم على على بلاد الناس ويقول يعني اشياء قذرة، ويوري وجهه في المواقع يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، عطيني وجهك. المهم هذا قال له جاوب الجزائري، قال له انتم تاكلون الحمير وتاكلون القطط. يا اخي اللي يسمعك هكذا يقول الجزائر او الجزائريين ميتين بالشر وميتين بالجوع، احنا الحمد لله ارواحنا نعطيو لك اللحم، ماشي كاع مشكل. اما هاد القضيه تاع لحوم الحمير والقطط، يعني هي تصرفات من أفراد أو من عصابات اللي تجدها في كل أنحاء العالم. كل أنحاء العالم، مثلا في فرنسا مؤخرا دخلوا لهم لحوم القردة. داكو روح وسع عليها في الانترنت، دخلوا لهم لحوم القردة. أما في المغرب اللي انت حاليا اللي راك يعني عايش فيها، اللي جابوك منها المخازنة باش تهجم على الجزائريين، حتى هم يعانيوا من هذا المشكل، وأنا نعطيك بالأدلة. بسم الله، تبع معايا.
وهذه من الصحافة على ما أظن هذه من الصحافة المغربية. هاي لك ماروك. Le contrôle du commerce de viande d'âne et de chien. Un véritable casse-tête. المهم المغرب لو كونترول دو كوميرس دو فيوند اي دان، نحب يقول المغرب يعني تترقب او تراقب تجارة اللحوم الحمير ولحوم الكلاب. قال لك ان فيريتابل كاستات يعني كيما يقول لك مشكل عويص، مشكل كبير. بون عندك الصفحة الثانية دائما، هذه دائما صحافة مغربية. ماروك commerce de viande d'âne et de chien difficile à contrôler reconnaît l'intérieur. هنا واش قال لك؟ قال لك commerce de viande d'âne يعني تجارة اللحوم الأحمرة والكلاب، ومن بعدها قال لك في لا دوزيام بارتي قال لك difficile à contrôler reconnaît l'intérieur. حب يقول الوزارة الداخلية ما قدرتش تراقب هذا النوع من التجارة، يعني هما يستعرفوا ان هذا الموضوع صعب ليهم باش يراقبوه. يعني نتايا مبروك عليك راك تاكل اللحم الحمير ولحم الكلاب في المغرب وبصحتك. مانيش نتشمت مانيش نشفع على المغاربة الأحرار، حاشا ولله، لأن هذا الشيء هذا يصرى في كل أنحاء العالم، ماشي ما مشكل يعني تلقاه في كل، حتى في الدول المتقدمة. على باليش نزيد لكم صفحة واحدة أخرى، هذه شفناها، فوالا هذه، فوالا هذا لو سيت انفو دائما أكوي ماروك صالي accusé de vendre des viandes d'âne les bouchers se défendent. يعني هنايا واحد المنطقة، هنايا المغاربة اتهموها بأنها يعني تبيع هاد اللحوم تاع الأحمرة، وهاد والجزار يعني اللي عندهم هاد المحلات هادوما راهم يدافعوا على نفسهم، وراهم يقولوا يعني احنا ما نبيعوش هاد النوع من اللحوم. يعني وين تروح تلقى الأدلة. حوس برك فقط في جوجل وبصحتك الأدلة. نروحوا الحمير والقطط. نزيدوا نسمعوا اليمن نعم شوية، نأكل الحشيش عندنا. نزيدوا نسمعوا شوية لحد البرهوش هذايا. يا أيها اليمني، يا أيها اليمني، اسمع لي معليش، ارفع مستوى الحوار، ارفع مستوى الحوار. شوف، أنا بلدي مدمرة، نعم، بلدي ضعيفة، بلدي ممزقة، بلدي فيها حرب، وهذا ليس بسبب المغرب. أنت ذكرت الحوثيين، الجناح الإيراني، وأنت لا تعلم أن النظام التبوني اللعين من أكبر الداعمين لجماعة الحوثي داخل اليمن. شوف، النظام التبوني من أكبر الداعمين لجماعة الحوثيين. يا أخوي أعطينا أدلة، والله غير هذه نحوس عليها على المباشر، هكذايا باش نحيو الشك. هكذا نقولوا مثلا الجهات المشاركة في الحرب اليمنية. التدخل العسكري في اليمن، سبحان الله. هاي لك المتحاربون. أنا نشوف هاي لك، هاي نشوفوا، أنا نشوف علم تاع المغرب، أنا نشوف السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، القطر، مصر، الأردن، المغرب، حتى 2019 يعني دخلوا في الحرب في 2015 حتى 2019 باش خرجوا. موريتانيا، السودان، السنغال، دعم من قبل، الصومال غير قتالية، الولايات المتحدة الاستخبارات، المملكة المتحدة الاستخبارات، كندا بالسلاح. المهم منا ومن بعد الجهة الثانية اللجنة الثورية، اللجان الشعبية، الحوثيون، القوات المسلحة اليمنية المؤيدة لصالح الحوثيين، حرس الجمهوري، قوات الخاصة، قوات الأمن الخاصة، قوات الجوية والدفاع الجوي،
إيران، حزب الله، قطر، كوريا الشمالية. فوالا. أنا مانيش نشوف علم تاع الجزائر يا خويا، اللي راهو يشوف علم نهبط حتى لتحتها باش ما يقولوش. اللي راهو يشوف علم تاع الجزائر يا خويا يقول لنا بالك انا مانيش نشوف مليح، ولا ما نعرفش علم تاع بلادي. هاي تاع المروك وين تروح تلقاها ولك. هاي لك وفاة 16 مغربي، سقوط طيارة واحدة، افساز الى اخره الى اخره. فوالا. 16 مغربي الله يرحمهم قال لك توفوا. باطل. باطل يا مواطن. فوالا. زيد. هيا روح بسم الله زيد، اكذب علينا شوف كيف شوي، اكذب علينا شوية، روح زيد. أنك اعطينا أثرت شيء. بالخرافات. الآن سأسمعكم كلام عمر أبوكم ما سمعنا زيد سمع، روح. سمعته. ما دام فتحت الملف اليمني، وهذا الكلام قلته مرارا وتكرارا. والله ما كاين واحد لاعين في هذه الدنيا قدك يا اللاعين يا ابن اللاعينه يا ابن اللاقيطه. كي راك تقول تبون اللاعين يا اللاعين تاع الصح. لحظة. انزل تحت، انزل تحت، انزل تحت. إذا في واحد يريد يتكلم بدل أخوان الكرام أهلا وسهلا. أنا سجلت نقاطه، لكن المقاطعة أنا لا أطيق المقاطعة. هم دائما عقل تبوني، عندما يذكرون اليمن لا يعرفون بشيء. يعيرني أنه أنا أكل الحشيش، ويمكن يقصد القات. إذا هو يقصد القات هذا كيف يعني، كيف ريح. شوف سبحان الله، لا يعلم حتى ان في اليمن كاين 20 مليون من اكثرهم نساء واطفال صغار توفوا فقط بالجوع، يعني بالمجاعة. ما على بالوش باللي الجزائري كان يعطي لهم معلومات صحيحة، يعني كانوا يأكلوا الحشيش. هو قال لك لا ربما كانوا يأكلون القات. هاد القات هدايا يعني يقولها لو كوكا اون فرونسي، يعني تاكلها كأنها شغل مخدر، كأنها مخدر. ولا اللي تسمح باش لبعض الاشخاص باش يديروا بعض الاعمال الشاقة في اليمن ولا في كاين بلدان المجاورة ايضا يستعملوا هاد الحشيش هدايا. سبحان الله، حتى البلاد تاعو والله ما سامع بها. لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيش هو قات يعني مثل الحبوب اللي عندكم. شفت الحبوب اللي الهلوسه اللي بتاخذوها، نفس القات نفس الشيء. اللهم ان هذيك حبوب وعندنا قات يمضغوه هنا كذا، يعملوها ويكيفوه ويرتاحوا ويشوفوا سماع عمان. المغرب، وهذا للمره الالف طبعا لانه كثره التكرار يعلم الشطار انه المغرب والجزائر دخلتا في اليمن، تدخلتا بطريقه او باخرى. المغرب تدخلت بطائرتين أو 3 طائرات استطلاع وانسحبت. انتهى الموضوع. المغرب انسحبت. قال لك المغرب دخلت بطائرة استطلاع وانسحبت وانتهى الموضوع. يعني انت يا في رايك المغرب دخلت في 2015 وخرجت في 2019، يعني 4 سنين دخلت غير طائرتين، يعني داروا تحويسة استطلاعات هكذا، شافوا شوية اليمن كدا شابة عجبتهم عاودوا ولاو، انتهى الموضوع. هروح نجاوبك. ديجا هنايا لقينا الإجابة. هنا قال لك وفاة 16 مغربي وسقوط طيارة واحدة إلى آخره. المهم نزيدو نعطيو له أجوبة من الصحافة المغربية والصحافة العالمية. هنايا واش راهم يقولوا لنا؟ قوات خاصة مغربية تشارك في الحرب البرية في اليمن. هكذا هاي لك. هذه نهار كي دخلوا نهار يعني في عام اللي قبلت فيها المغرب انها تشارك في العدوان ضد الاخوة اليمنيين، كانت في 10 سبتمبر 2015. هاو التاريخ هاوليك. والقوات الخاصة المغربية تشارك القوات الخاصة البرية مع انطلاق العمليات البرية للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. سارعت عدد من المنابر الإعلامية اليمنية إلى الحديث عن مشاركة مغربية في المعارك الدائرة في عدد من مناطق اليمن، مما فتح المجال لعودة الجدل للساحة المغربية حول المشاركة العسكرية إلى آخره. وهذا الارتيكل لو بروميي ارتيكل. لو دوزيام ارتيكل نروحو هذه تاني صحافة مغربية. عسكر المغرب والحرب الخاسرة في اليمن. هكذا
هاي ليك 8 افريل 2015. تبع مليح، دخلوا فيه 2015. صحيفة مغربية. واش تقول يا راس الحمار؟ المغرب يعلن رسميا مشاركته في الحرب على الحوثيين باليمن. أعلنت المملكة المغربية مشاركتها رسميا إلى جانب بلدان عربية أخرى في العملية العسكرية التي دشنتها السعودية ليلة الأربعاء والخميس في ضرب معاقل الحوثيين باليمن، مبنية على الأمر، مبينة أن الأمر يتعلق أساسا بالدفاع على السعودية وأمنها إلى آخره إلى آخره. وهنا تقرأ المزيد. زيد هل هنايا تلحق كما نقولوا هنا في الجزائر تلحق المسقي. هل قتل جنود مغاربة في ضربة توشكا باليمن؟ صح. وهنا ذكرت جريدة هبيس المغربية نقلا عن المسيرة أن قتل القوات الخاصة المغربية المشاركة في التحالف السعودية باليمن ارتفع إلى 12 قتيل، وذلك بعد أن توفي 5 منهم متأثرين بجراحهم، مشيرة إلى أنه تم التعرف على جثث 23 سعوديا و12 و9 إماراتيين. هنا ماتوا السعوديين وماتوا الإماراتيين و12 من المغاربة. 12 هدر ما روحهم من طيارة الاستطلاع. يا راس الحمار اكتب. لم تقتل المغرب ولا حتى زين نملة في اليمن. حتى نملة ما لم تقتل حتى نملة في اليمن. تما هم يموتوا باطل. 16 ماتوا هكذاك. قتلت. لكن حتى لو فعلت هي دخلت تحت شروط وتحت أهداف للتحالف. لما اكتشفت أن الأهداف اختلت انسحبت. انسحابها هذا كان يكفينا في اليمن، يكفينا. والتحالف أصلا لم يهتز التحالف في اليمن ويفشل المشروع السعودي الإماراتي في اليمن إلا بعد انسحاب المغرب، لأنه بعد انسحاب المغرب انكشف التحالف، لأنهم أصلا ما جاءوا للمغرب إلا كي يضفوا على التحالف نوع من أنواع الرضا والثقة، لأنه سمعة المغرب الدبلوماسية نظيفة، سمعتهم نظيفة. سبحان الله. أنا شغل تفيق باللي يهضر باش يهضر، يتكلم باش يتكلم، كذاب منافق نعلة الله عليك. المهم كيما يقول لك جاوبنا هاد المرتزقة هذا، عطينا لهم بعض النقاط باش نبينوا للعامة والخاصة أن هذا الإنسان هذا ما إلا مرتزقة، وكيما يقول لك يستعمل الكذب والنفاق وكل ما بحوزته للتهجم على الجزائر. وهذا يعني مشروع بما أنه يعني راهو يتلقى راتب من المخابرات أو المخابرات المخزنية والقوات الملكية، ولا ما على باليش كيفاش يسموهم حنا، يا ربي يسهل عليهم. خوتي، على هاد المقطع نترككم بخير وعلى خير، نتلاقاو في المرة الجاية إن شاء الله. تحية الجزائر والسلام عليكم.